مرتضى منصور يعلنها بكل صراحة عن اعتزامه ترك نادي الزمالك هو وأبنائه. طيب كلام جميل جدا. هل كان في حكم محكمة يا سيادة المستشار بعزلك من رئاسة نادي الزمالك؟ وهل الحكم ده هو عنوان الحقيقة؟ فعلا هو عنوان الحقيقة. إذن أين وزير الشباب والرياضة في كل هذا وكل ما يحدث على الساحة الرياضية؟ هل مرتضى منصور فوق القانون؟ هل مرتضى منصور معزول وبالتالي وزير الشباب والرياضة ابتدى ان هو يقف في صف نادي الزمالك وفي صف المستشار مرتضى منصور كما العادة؟ ده فعلا اللي بيحصل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم محبي كرة القدم في مصر وقناة وليد حلمي الاهلاوي. طبعا شفنا النهاردة مستشار مرتضى منصور في مؤتمر صحفي في نادي الزمالك، جوه نادي الزمالك. هل هو ذي صفة ان هو يعمل المؤتمر ده؟ فين وزير الشباب والرياضة؟ فين الاعلى للاعلام في حاجات كتير قوي بتحصل؟ فين دور الشباب والرياضة بالجيزة من تلك الاحاديث الواهية؟ هل مرتضى منصور يحكم كل ما هو ابيض داخل مصر؟ فعلا ده اللي حصل دلوقتي، بدليل ان الراجل ده اتحبس. عمرنا ما شفنا رئيس نادي يتحبس. طب اتحبست ليه؟ قضيه سب وقذف للكابتن الكبير محمود الخطيب ادت الى حكم نهائي وينفذ الحكم، فبالتالي بقى اول رئيس نادي في مصر يتم حبسه. خرج المستشار من محبسه الى نادي الزمالك وكانها عزبه يديرها هو واولاده. هل امتلكتم نادي الزمالك؟ فعلا امتلكتوا نادي الزمالك بقله من الجماهير وناس في مجلس اداره النادي الزمالك واعضاء نادي الزمالك. طبعا بينجحوا المستشار مرتضى منصور لان في حاجات بتتعمل كلنا عارفينها في اثناء الانتخابات والجناين والاحاديث والمؤتمرات اللي هي بتبقى خلف الكواليس، فبالتالي الراجل ده بينجح. فبالتالي نادي الزمالك الى الواهيه، وانا بقول لكم عمركم ما هتشوفوا ولا دوري ولا كاس ولا بطوله افريقيا طول ما الراجل ده موجود. ما علينا. احنا شفنا ان هو صرح وقال ان هو واولاده خلاص ماشيين من نادي الزمالك، يا ريت ده اللي احنا بنتمناه. تاني حاجه قال ان سليمان وهدان خلاص الصفه بتاعته اتشالت لان هو لم يحضر 3 جلسات لمجلس اداره نادي الزمالك. طب انا عايز اقول لك يا كابتن، تقدر تقول لي تواريخ الجلسات دي ايه اللي هم ال3 اللي ما حضرهمش؟ طبعا الراجل لقى ان الجو المحيط فيه ضغوطات وفيه مشاكل كبيره، فالراجل تجنب المواضيع ديت. فبالتالي المستشار عايز ينتقم من الراجل ده. انا بقول لك الراجل ده هو هيبقى رئيس نادي الزمالك القادم، وانا بتمناها ان الكابتن حسن شحاته هو اللي يقدر يدير الموضوع ده دلوقتي. في ناس بتقول ايه ده راجل كروي ملوش دعوه بالاداره. احنا عندنا الخطيب راجل كروي وقدر ينجح بالنادي الاهلي اداريا ويوصله الى احسن الاماكن، بدليل 5 نهائيات او 4 نهائيات احنا فيها في افريقيا في ظل الكابتن محمود الخطيب. فطبعا بنتمنى ان القصه بقى يعني نبدا ان احنا نشوف حالنا ونشوف حال الكره المصريه بجد. تاني حاجه قناه نادي الزمالك، القناه دي والله لو كان في شويه عدل او المجلس الاعلى للاعلام في ناس عندها رؤيه المفروض القناه دي تتقفل بامانه. ليه؟ انت لما كابتن خالد الغندور يجيب لي اسامه حسن، تمام، الراجل الكاره للنادي الاهلي كره مش عايز اقول لكم، باين في عينيه باين في تعبيرات وشه ان الراجل ده بيكره كل حاجه اهلاويه. طبعا دي حاجه ترجع لك، مصر فيها 80 مليون بنعشق النادي الاهلي، فانت واحد مش هتفرق كتير، تمام. لكن لما تطلع على منبر اعلامي زي نادي الزمالك في وجود خالد الغندور اللي عليه علامات استفهام كبيره جدا، ده المفروض ان هو ما يشالش، ده المفروض اساسا يتقدم فيه بلاغ ويتقدم لمحاكمه فوريه. ازاي يطلع واحد زي ده في القناه والراجل ده يجي يقول لك احنا مالناش دعوه بالنادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيمثلش مصر، النادي الاهلي بيمثل نفسه وبس، وهو بيتمنى الفوز لنادي الوداد المغربي سواء هنا او هناك، وده هيكون سعاده كبيره قوي بالنسبه لي. وقال لك انا نادي الاهلي لما بيجي يكسب انا ما بنامش.
طب انت ما نمتش كتير ولا عمرك هتنام، وهتفضل قلقان كده على طول، لان النادي الاهلي مكتسح البطولات. تمام. تاني حاجه بيقول لك النادي الاهلي ما بيمثلش نفسه. لا يا كابتن، النادي الاهلي بيمثل مصر، مش بيمثل نفسه بس، اسمه النادي الاهلي المصري. تمام. فرقه زي صن داونز، بيقول لك صن داونز الجنوب افريقي اللي هو كسب الزمالك رايح جاي. فرقه الترجي التونسي اللي هي كسبت نادي الزمالك رايح جاي. النادي الاهلي بيقدم ملحمه كرويه في عدم وجود رياضه في مصر حقيقيه، والدليل منتخب مصر. منتخب مصر ما قدمش اي حاجه. ليه؟ لان الاجواء كلها مشاحنات، وفي مشاكل كبيره من ساعه ما المستشار مرتضى منصور مسك نادي الزمالك، ونادي الزمالك في مشاكل، والمشكله تلو الاخرى زي ما بيقولوا. فبالتالي نفسنا المناخ يتعدل ونرجع زي الاول. الرياضه اتبنت للاخاء واسعاد الجماهير، مش اللي احنا نكيد ونطلع واحد زي خالد الغندور ده مريض نفسيا يطلع كل واحد بيكره النادي الاهلي. تمام. ويتكلموا وجايبين ذكرى ان انبي كسب نادي الاهلي فالزمالك خد الدوري وبيحتفلوا امبارح. طب الكلام ده كان امتى؟ كان موسم 2001 2002، يعني من 23 سنه جاي تحتفل بدوري خدتوه. ده يدل اللي انت ضعيف جدا واللي انت صغير جدا. النادي الاهلي بيحتفل كل شهر ببطوله. تمام. وطبعا بطولاتنا كتير والقضيه ممكن كتير، وطبعا افريقيا اتعملت للنادي الاهلي، فالنادي الاهلي عظيم بكيانه وبجمهوره. نرجع بقى للنادي الاهلي ومباراه الوداد، المباراه اللي كلنا مهتمين بيها. طبعا عارفين النادي الاهلي بيلعب بطريقه 3-3-4. ان الطريقه دي يا جماعه جميله جدا، وطبعا النادي الاهلي متقنها، لكن انا رايي الشخصي ان قفشه والقندوسي لا يصلحوا الى هذه الطريقه، هم يصلحوا كبدائل فقط مش اكتر من كده. فبالتالي هم كبدائل بيقدموا مع النادي الاهلي اداء كويس جدا. وقفشه الماتش اللي فات قدر ان هو يبقى ايجابي على المرمى وايجابي على خط الوسط، وبيقدر ان هو بدل ما يلف حول نفسه زي ما كان بيعمل كل مره، بيقدر ان هو يوصل المهاجمين بكره سلسه وكره بسيطه زي ما احنا شفنا. انا عن رايي ان وليد الكارتي ومحمد علي رمضان دول انسب اتنين في الخطه اللي موجوده. فبنتمنى من اداره النادي الاهلي نحاول نجيب اللعيبه ديت، هيفرقوا كتير جدا جدا مع النادي الاهلي. وطبعا هم بينجحوا في الخطه اللي هي اتكلمنا عليها. وطبعا في انباء كبيره جدا قالت ان رضا بوبو خلاص في النادي الاهلي، ولكن نادي الزمالك دخل في الصفقه عشان يحاول يبوظها. انا عايز اقول لنادي الزمالك انتوا معكوش فلوس، وخزينه النادي الزمالك فاضيه. وبالتالي انت دايما بتطلع تقول ان نادي الزمالك محجوز عليه. طب انت هتدفع للعيبه دي منين؟ اذا كنت انت اللعيبه اللي جبتها مش عارف تدفع فلوسها، زائد في لعيبه كبيره مشت من نادي الزمالك ورفعوا قواضي على نادي الزمالك وكسبوها. ده قضيه شيكابالا لغايه دلوقتي الفلوس نادي الزمالك مطالب بيها. ضحك على الدقون زي ما بيقولوا. نادي الزمالك معهوش فلوس، نادي الزمالك بيستنزف فلوس الدوله في وزاره الشباب والرياضه، ووزاره الشباب والرياضه دفعت كتير لنادي الزمالك بالملايين، وده يخالف اللوائح والقوانين. يعني مش نادي الزمالك بس اللي موجود، لا، في انديه درجه اولى هي اولى بالفلوس ديت. فبالتالي نادي الزمالك المفروض ان هو يمتلك محلات وصفقات اشتراكات لاعضائه كبيره جدا. بس البيع عامل ايه بقى؟ ماسك جزء من الصحفيين، جزء من المحامين، جزء من الاعلاميين، بيديهم عضويه مش هنقول ربع الثمن. تمام. زائد ان هي بالقسط، فده يعتبر اهدار مال عام. النادي ده مش بتاعك يا كابتن. فين يا جماعه اللجنه المشرفه على اخطاء نادي الزمالك؟ فين الاجهزه الرقابيه اللي بتراقب نادي الزمالك وميزانيته؟ فين؟ كل ده طبعا مش موجود. انا مش هطول عليكم النهارده. طبعا احنا عارفين ماتش الاهلي في الدوري، بنتمنى من خطوه لخطوه كده نحسم الدوري بدري بدري. وطبعا احنا بنتمنى كاس افريقيا اهلاويه في الجزيره ان شاء الله. كل يقول يا رب. مش هطول عليكم اكتر من كده. يا ريت اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. واشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.